عايز بس اقول كلمتين، صلوا بينا على النبي. تانية ثانوي انت بتعمل بروفا لثالثه. يعني انت المفروض تبقى داخل ثالثه ثانوي انت عارف صحابك مين، عارف انت بتذاكر ازاي، عارف المدرسين اللي انت هتكمل معاهم. واهم نقطه لازم اوضحها لكم، انت ازاي بتذاكر علشان ما تاخدش وقت كبير في ثالثه ثانوي بتتعلم ازاي تذاكر. وخاصه في المنهج بتاعكم في ثانيه ثانوي هو اللي هيتشرح في اول باب في ثالثه. يعني منهجك تراكمي، بمعنى ان اللي هيتشرح النهارده ده هيتعاد لك تاني في ثالثه بس بشكل اكبر. فانت لو داخل ثالثه وتعرف ازاي تذاكر هتدخل تكسح المواد حرفيا. اللي بيعطر الناس في سنه ثالثه ان هم مش عارفين ازاي يذاكروا. عندهم حوالي 5 6 مواد مش عارفين يذاكروا بالليل ولا بيذاكروا بالنهار، مش عارفين صحابهم ازاي، مش عارفين يمشوا الدنيا اصلا. تلاقي واحده صاحبتها مثلا ترن عليها تضيع لها اليوم كله تقعد تتكلم معاها 5 6 ساعات في المكالمه، وده عادي جدا وبيحصل. هل الكلام ده ينفع يحصل في سنه ثالثه ثانوي؟ يبقى انت بتضيع وقت وبتضيع الثانويه العامه وبتضيع فلوس ابوك وامك. متفقين معايا؟ فانت من النهارده تبقى عارف كليتك، الكليه اللي انت عايزها، المجموع اللي انت عايز تجيبه. حط مجموع، ما تحطش كليه. هات 95%، هات 96%، وخش اي كليه، خش اداب بس لو جبت المجموع. لكن اللي عايزك توصل له ان انت ما تخليش كليه تفرض نفسها عليك. يعني مش عايزك تقول ان انت جبت مثلا 60% لا قدر الله ومش لاقي كليه تقبلك، الموضوع ده صعب. انا عايزك تجيب 95% وبكيفك وبمزاجك تختار الكليه، مش مجموع اللي يخليك تقول ان انا عايز، اللي يجبرك تدخل كليه معينه. متفقين معايا؟ فدي محاضره النهارده باذن رب العالمين. اللي ما نجحش الكيمياء هيطلع النهارده خليك تضيف على ايه؟ اجدعها سؤال. تمام؟ فباذن رب العالمين انا بعمل لك مذكره، للاسف المذكره ما لحقتش اخلصها النهارده، فهتبقى موجوده في السنتر خلال اليومين اللي دول. المذكره بتاعت هي بالظبط 3 ورقات زي السلامات في الباب الاول، اللي هتبقى ملخصه لجميع اجزاء الباب الثاني بالتفصيل الممل. وكمان باذن رب العالمين مشروحه بالعاميه، مشروحه بالعاميه بحيث ان انت تبص في المذكره هي شرحه نفسها، يعني كأن انا بتكلم معاك كده، مش لغه عربيه فصحى، بحيث ان انت لما تبص من اول مره اصلا في المذكره او في ال3 صفحات اللي انا هديهم لك دول هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. طيب الباب الثالث بتاعكم ده هيتعاد كله في ثالثه ثانوي. يعني الباب الاول اصلا في ثالثه ثانوي اسمه عناصر انتقاليه. العناصر الانتقاليه. طيب التوزيع بقاعده ويندوز والمبنى البناء التصاعدي، العيال قسم بالله في سنه ثالثه يا مستر اعمل لنا فيديو احنا مش عارفينه. طب ما انت خدت في الكلام ده في سنه ثانيه، فبالك ده هو لو واخد الكلام ده في ثانيه ومذاكره كويس هيطلع ثالثه وهو بس بيذاكر 3 كلمات بالظبط او كام حاجه بس في البدايه. لكن هو عايز نرجع اعيد له على منهج ثانيه كله ثاني وبعد كده ابدا له الثالثه. فهو مثلا بدل ما كان هيذاكر سيب بنجل شويه بقى. بدل ما كان هيذاكر منهج ثالثه بس لا هو بيذاكر منهج ثاني ومنهج ثالث. فدي الفكره. طيب الناس صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هدفي ان انا اطلعك باذن رب العالمين دماغك ذريه في الكيمياء. اصل انا مش عايزك تبص للكيمياء اللي هي ما بتتفهمش وما بتحفظش، لا اخوك الكبير موجود، ما ينفعش تقول كلام زي ده، عيب والله. فباذن رب العالمين الكيمياء بالنسبه لك هتبقى لعبه، وهتشوف الكلام ده النهارده باذن رب العالمين من خلال محاضرتك. طيب هدفي زي ما قلت لكم ان انا اخليك تحل اجدعها السؤال في ايا كان جزء من الماده، عن طريق ان انا ادربك على اسئله صعبه. اصل انا مش هجيب لك سؤال سهل وتلبس اخر السنه في سؤال صعب، ابقى انا شلت ذنبك، حرام. وده اللي بيحصل عند بعض الناس. تلاقي بعض المدرسين بدون ذكر اسماء يعني كده يفضل يدور على اسئله سهله. يعني انا اسالكم سؤال، بتشوفوا نتائج الثانويه العامه تلاقي فلانه كانت بتذاكر طول السنه ودروس ومش عارف ايه، وتلاقي في الاخر جابت 90%، صح؟ فانت بتستغرب ازاي البنت كانت واكله كتب اكل وجابت المجموع ده، علشان المدرس ما كانش بيدربها على اسئله صعبه. يعني كان بيدي لها طول السنه اسئله سهله علشان البنت تفضل معاه في السنتر. انا المفروض ما اقولكش الكلام ده، بس حرام يعني رحم ربنا ما عملكش انت. انا بخاف من ربنا، فانا بخاف على شغلي، وبخاف على مستقبلك انت، عشان انا هتسال لما اموت انا هتسال عن كل واحد فيكم. ليه انت جبت لهم اسئله سهله واللبس في اخر السنه في اسئله صعبه؟ فاهمين؟ كان في حد بعت لي مسج بصراحه انا انبسطت قبل المسج دي، حد كان بيقول لي يا مستر انا مش هحل ولا سؤال في الامتحان بتاعك بس قفلت امتحان المدرسه. انا اتبسطت قوي، انا خدت المسج دي عملت لها ستار بصراحه وخدتها سكرين حفظتها عندي. هو ده التارجت ده، انا ما تحلش في امتحاناتي بس قفل لي اخر السنه، ده اللي انا عايزه. تمام؟ من خلال انا بدربك على اسئله صعبه. طيب الشباب بتوع ثالثه ثانوي انا هعلق معاملتهم. هعتبرها سنه شهاده، اعتبرها يعني انت كمان 3 شهور ان شاء الله 90 وهتبقى في ثالثه ثانوي بتحجز دروس وكذا. خلينا متفقين.
انا عارف ان قلوبكم بقى بوم بوم بدات كده. طيب اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خلينا بس كده نشوف النهارده الدنيا هتمشي ازاي.